اجلس في المكان الذي أتيت فيه، وليس لك حق أن تتخطى الرقاب. اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، ألا يتخطى رقاب الجالسين عند دخوله إلى المسجد. فبعض الناس يتأخر، ثم إذا رأى هناك فرجة في أول الصف انطلق إليها، وقدموه بجوار وجوه الناس، ويخفضون رقابهم ويتكئ على مناكبهم ويؤذيهم ويفرق صفهم ويتزاحم معهم لأنه تأخر ويريد أن يتقدم. من تأخر يبقى في المؤخرة، إياك أن تؤذي. وحتى لو رأيت فرجة اجلس فقد آذيت، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجلس في المكان الذي أتيت فيه، وليس لك حق أن تتخطى الرقاب، لأن هذا من الإيذاء، والإيذاء محرم. يقول صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب فرأى رجل يتخطى الناس قال: اجلس فقد آذيت وآنيت، أي آذيت الناس بتخطيك لرقابهم، وآنيت أي أخرت المجيء وأبطأت. تأتي متأنيا متأخرا ثم تريد أن تكون مع المتقدمين، هذا لا يمكن أن يكون. يقول: إني وجدت فرجة، الفرجة يتوسع فيها الناس، إذا أقيمت الصلاة سدوا الفرج، أما قبل إقامة الصلاة والناس في حال الجلوس ينتظرونها فليس لك أن تتخطى، إلا أن تكون في مكان فيوسع لك من كان على اليمين واليسار، هم الذين يبادرون، لا أن تضع قدمك في وجوههم وترفعها حذو مناكبهم وآذانهم ثم تقول تفسحوا في المجالس. يتفسح في المجلس في البيت، أما في المسجد فكل من سبق فهو أحق منك يا من تأخرت وآنيت وآذيت الناس بهذا الفعل.